نود أن نظهر حبنا للقرآن، لأن هذا يكون حالة من الوعي بقضايانا. هو ديننا وقرآننا، ولن نتخلى عن قضيتنا أبدا. القصد ليس الإثارة أبدا، ولكن الاستنارة والوعي، أن نفهم ما يدور حولنا، وأن نعلم كلمة القرآن وكلمة السنة توجيها وإرشادا. هيئ نفسك للمفاجأة التالية إن كنت لا تعلم. مثلث التوحيد هجمة أمريكية جديدة على القرآن الكريم. مرة ثانية، مثلث التوحيد هجمة أمريكية جديدة على القرآن. 1999 جمعت مجموعة من العلماء غير المسلمين، قد يكون منهم عرب، قد يكون منهم أمريكان، قد يكون منهم مستشرقون، وألفوا قرآنا يشوه القرآن الحقيقي بعنوان الفرقان الحق، وحاولوا نشره. وأكبر موقع عالمي يبيع الكتب من خلال الإنترنت، الكل يعلم من له خبرة بشراء الكتب عبر العالم كله، موقع الأمازون. وهذه سورة الكتاب الفرقان الحق. حاولت أن توزعه الفرقان الحق أمريكا في الكويت، في بعض البلاد العربية، وضعته كثيرا يخالف الواقع. لماذا؟ لأن النتيجة كانت بالسلبية، بمعنى أن النتائج جاءت عكسية. فبدلا من أن يقبل الناس في الغرب على هذا الفرقان الحق، وبدلا من أن يقبل الناس في المسلمين والعرب حتى لحب الاستطلاع على هذا الفرقان الحق الذي ألفته أمريكا تشويها للقرآن الكريم، الذي حدث أن المجتمع الغربي في عمومه مجتمع معرفي سأل: أين النسخة التي تحاربها هذه النسخة؟ أين النسخة الأصلية للقرآن؟ ذهبوا فاشتروا وجاءوا من المراكز التي تحاربها هذه النسخة. أين النسخة الأصلية للقرآن؟ ذهبوا فاشتروا وجاءوا من المراكز الإسلامية، وارتفع عدد مبيعات القرآن الكريم النسخة المترجمة إلى الإنجليزية، إلى الفرنسية، إلى اللغات الأخرى، إلى صورة ملحوظة هناك. وقرأ الناس. كيف كانت النتائج عكسية؟ فرق بين أن تقرأ كلاما لأي كاتب مهما كانت عظمته، حتى الكاتب نفسه حينما يقرأ كلاما فإنه يصيبه الملل بعد مرة، بعد مرتين، بعد 3 مرات. لكن أن تقرأ كلام الباري الحق كل حرف منه محمل بالهداية، بالسكينة، بالطمأنينة. مجرد أن تبدأ بسم الله تتنزل الملائكة كرب العالمين، تتنزل الملائكة، تتنزل الرحمات، تملأك السكينة. فدخل الناس متشككين إلى القرآن الكريم الحق، فأصابتهم الهداية والنور والرحمة وحقائق القرآن. فماذا كانت النتيجة؟ عادوا مؤمنين، وتضاعف عدد من دخلوا الإسلام وآمنوا بالقرآن بعد أن ألفت أمريكا كتاب الفرقان الحق لتحارب به القرآن أضعافه. لدرجة لما أبنائنا فتحوا في البحث عن طريق جوجل، وجدنا إن عدد الصفحات اللي فيها المواقع 3,600,000 داخل.
إذن فشلت هذه الخطة، فبدأت أمريكا تأتي بخطة بديلة. ما هي الخطة البديلة؟ ما الخطة البديلة أيها الأحبة؟ جاءت بالفرقان وغيرت فيه أشياء، الفرقان المزعوم، وبدأت تضعه تحت عنوان غير صادق. العنوان المحبب للمسلمين ماذا؟ التوحيد. فجاءت وقالت كأننا نقرب بين الأديان، وقالت مثلث التوحيد. إيه مثلث التوحيد؟ يأتون بأشياء حقيقية فعلا من التوراة وأجزاء قليلة جدا من الإنجيل بدون أن يغيروا فيها شيئا، ثم يأتون إلى القرآن فيغيروا ويبدلوا ويحرفوا ويزيفوا ويضيفوا ويحذفوا، ويضعون ذلك حتى يخيل على الناس. لم يستوعبوا الدرس الرباني في المرة الأولى.